اليوم شاهدنا أروع معزوفة مغربية، وغدا أروع سيمفونية جزائرية مصرية، وهذا ما نتمناه للجزائر ومصر. الجزائر يا صابر في هذه مواجهة كبيرة أمام نيجيريا. طبعا الجزائر عايز يوصل لدور الأربعة، نيجيريا عايزة توصل لدور الأربعة. الجزائر فازت 4 مباريات، نيجيريا كمان فازت في 4 مباريات، الاثنين متشابهين. الفارق إنه آخر 4 مباريات ما بين نيجيريا والجزائر فازت فيهم الجزائر، تفوق في آخر 4 مباريات، تفوق واضح. أتمنى إن المحاربين يستغلوا هذه النقطة النفسية المهمة جدا. في نقاط أخرى تانية، في مشاكل سمعنا عنها في منتخب نيجيريا، دي ملناش دعوة بها كأنها مش موجودة، لأنه على المنتخب الجزائري أن يحذر إذا كان فخ، رغم أن أنا لا أراه فخا على الإطلاق، ولكن الحذر مطلوب في كل شيء. المنتخب النيجيري يملك نقاط قوة كبيرة جدا يجب أن نتعامل معها، وأن يقتحم المحاربون المباراة بنفس القوة، زي ما اتكلم فتحي، بنفس القوة اللي اقتحمها المنتخب المغربي. ما عندهمش الجمهور وراهم، ما عندهمش أي مبرر، ما فيش حجة، محتاجين الفوز، البطاقة الثانية إن شاء الله العربية في نصف النهائي، وتليها البطاقة الثالثة إن شاء الله المنتخب المصري. المنتخب الجزائري عنده كل المقومات اللي تخليه دفاعيا، إذا كان المنتخب النيجيري قوي جدا هجوميا، فالمنتخب الجزائري رائع دفاعيا. منقوص من خدمات ولاعبين مصابين. دفاع المنتخب الجزائري حجام غادر البطولة، راح يغيب 3 أشهر. شرقي مصاب، أيت نوري مش في الفورمة التاعو. حاج موسى موقوف. حاج موسى مش عارف إلا حاج موسى. أنا بتكلم عن اللاعبين المصابين يعني في الدفاع، بتكلم على خط الدفاع. بالرغم من المشاكل الكثيرة اللي يعانيها المدرب، دائما يلقى حلول. تصور اليوم أنت مدرب مقبل على مباراة مهمة، ومثل ما قال زميل فتحي هادئ ولا يشتكي، يقول لك هذه فرصة باش نجرب لاعبين آخرين. قولش ما عنديش حلول أو ما عنديش لاعبين الخبرة اللي قد قول هذه فرصة لتجريب لاعبين. نقطة قوتنا في التلاحم المجموعة وفي قوة مدربنا. الشيء بالشيء يذكر. آخر نصف نهائي عربي كان بين مصر والجزائر في 2010، وفازت مصر 4-0. ذكرتنا 4 من ضمن الأرقام الأربعة اللي احنا كنا صحيح. شوف هو سأل السؤال فتحي ونحن أجبنا. سؤال بريء بريء. واخر نصف نهائي عربي. لا مش بريء جدا. مش بريء جدا. أنا سألت يا مسعود. اي نعم، ومصر انتصرت ذكرى سيئة جدا. لا سيئة. لا شوف عشان نكون منصفين، هم فازوا بافريقيا وانتم تأهلتوا كاس العالم. وكانت مفتاح فوز منتخب عربي ببطولة لو أغرقنا نحن في الحديث على عقدة القدر. والله فتحي يا بدر، فتحي سؤال فتحي هو اللي سأله. هو سأل بعفوية، ببراءة جدا. إذا ستفاجئوني إذا كان هناك شيء وراء الأكمة. من بعد 4-0 هذه يظهر لي جات واقعة أم درمان. على كل حال لا خليه قبلها بعديها لنتحدث عن المباراة. احنا سبق وقلنا أن هذا واحد من أقوى مباريات الدور الربع النهائي، هذا صحيح. أنا أتمنى على المنتخب الجزائري خاصة أنه يكون جيد في عملية تحييد وسط الميدان اللي كيقدم الإمدادات للثلاثي الهجومي الخطير لنيجيريا. لو سيطر على وسط الميدان غادي يجعل كل المهاجمين النيجيريين في وضع سالب وليس في وضع موجب. كل التوفيق للمنتخب الجزائري. منتخب المصري في صراع ناري مع الإيفواري. نتابع معكم هذا التقرير يغلبنا أكثر فأكثر من هذه المواجهة الكبيرة. خصم ليس بالسهل بحجم كوت ديفوار يا صابر. نهائي مبكر للبطولة. يكفي انك تقول انه بيجمع بين منتخبين، البطل التاريخي لأمم أفريقيا وهو المنتخب المصري، وآخر بطل متوج باللقب، و10 بطولات في الملعب، وكمان آخر بطل كوت ديفوار، آخر بطل للبطولة. هو حتى الآن هو حامل اللقب، بيواجه البطل التاريخي للبطولة، وبالتالي هو نهائي مبكر بكل ما تحمله الكلمة من معاني. احنا طبعا عقدة تاريخية للمنتخب الإيفواري، أكثر منتخب أفريقي يسجل تفوق كاسح على المنتخب الإيفواري. تخيل انت بتتكلم على 11 مباراة، فوز وحيد فقط للمنتخب الإيفواري على منتخب مصر. التفوق ان شاء الله سيستمر. المنتخب الإيفواري حتى في طبعا مش مختلفين على انه كان في بعض هذه الارقام امامك يا صاحبي. 11 مباراة ما بينهم 7 مصر، الفوز لمصر مقابل فوز وحيد
للمنتخب الايفواري وثلاث تعادلات، تفوق كاسح للمنتخب المصري وباذن الله. وقد شهدنا في نسخ سابقه ان المنتخب الايفواري في افضل حال صحيح. وامكانيات، لكن مصر دائما ما تكون حاضره وتنتصر. صح. تحديدا في اي نسخه، حتى في 2006 كان دروجبا مع يايا توريه مع عبد القادر كيتا، كانت اسماء اكثر من هنا هدف ابو تريكه في ركلات الترجيح اللي ما كانش واخد باله من ضربه ترجيح، بنوجه له التحيه طبعا. تاريخ كوت ديفوار امام مصر تفوق كاسح الحمد لله، وان شاء الله التفوق ده سيستمر في مباراه الغد، وهنشوف العبور. هذا النهائي درس يا صابر، العبور درس كبير. هذا النهائي هذا النهائي عندما يكون المنتخب افضل منك وتملك عزيمه رجال ونجوم بقياده محمد ابو تريكه سابقا، اليوم نفس الامر. صح. تملك محمد صلاح من اجل ان يتفوق وتعيد ثاني من جديد مصر ان تكون بطله في 7 ألقاب سابقه، لما لا وكانت نفس المؤشرات وحتى قبل مواجهه مصر كان المنتخب في النسخه اللي احنا بنتكلم عنها، في النسخه اللي بعدها كمان كان المنتخب النيجيري في المنتخب الايفواري قبل مباراه مصر كان فايز على غينيا 5-0 تقريبا، وكانت كل المعنويات مرتفعه. بس انا عندي رساله معلش بوجهها للاعبتنا كمان، ان احنا منتظرين منهم. تذكر هذه المواجهه؟ منتظرين منهم. دي كانت 4-1 احمد فتحي قص شريط الاهداف، وشوف لو جه هدف عمرو زكي قد ايه كان المدافعين مرعوبين منه. كانت مباراه مثيره جدا للمنتخب المصري. من هذه الذكريات الجميله الى رساله صابر. كمان كانت التوقعات كلها بتشير لان المنتخب الايفواري هو الاقرب للفوز. رسالتي للاعبين، انتوا 120 مليون منتظرينكم بكره، مئات الملايين العرب منتظرينكم في مباراه الغد. ان شاء الله ثقتنا فيكم كبيره جدا، ثقتنا في الجهاز الفني كبيره جدا، عارفين ان انتوا قدها، هتاكدوا العقده ان شاء الله، توصلوا للدور النصف النهائي وتواصلوا المشوار. وكمان عندي رساله قصيره للجمهور المغربي، ده يعني لا الجمهور المغربي مش محتاج توصيه. أيوة، هو مع الجميع، مع الجميع الجمهور المغربي دعم وساند وشجع المنتخب المصري يعني كثيرا. بس تبي زياده شويتين ننتظر جزء من الحماس اللي شفناه النهارده في مباراه المغرب، ننتظره في مباراه. شوف عيون مسعود لا كمان الجزائر منتظره. الجماهير المغربيه امانه صح. يعني في هذا المشهد الجميل شجعت الجميع، كل المنتخبات العربيه، ومتاكد ان غدا ستكون حاضره مع الجزائر وكذلك مع مصر في هذه المواجهه الكبيره. من مراكش الى اكادير، ومن صابر الى فتحي. يلا لا مصر التاريخ انا ماذا بيا اللاعبين اذا كان فما رساله من التاريخ ما ياخذوش النتائج، ما ياخذوش الانتصارات، ياخذوا قوه المنتخب المصري، وهو المنتخب العربي الوحيد القادر واللي نجح انه يتحدى المنتخبات الافريقيه الكبيره. المنتخب المصري هو الوحيد. تونس والمغرب والجزائر ما قدرناش عليهم الحقيقه، مش ما قدرناش معناها، ولكن مش بالكيفيه نتاع المنتخب المصري. ساعات المنتخب المصري قوته انه يكون حتى في قبل المقابله ماهوش مرشح تماما، ولكن بعزيمه باراده بقوه بالروح المصريه. الفريق المصري عبر التاريخ كان دائما في اللقاءات الافريقيه. هذه المباراه تحتاج النسخه الافضل من المنتخب المصري، يعني كل المخاوف اللي سادتنا، والنسخه الافضل من محمد صلاح. اي طبعا لان محمد صلاح يرفع هذا الفريق فوق اكتافه، وان الاوان لكي يضع خبرته في خدمة المنتخب المصري. أنا متفائل بهذه المباراة برغم صعوبتها، المنتخب المصري إن شاء الله سيحسمها لصالحه. والله هي أفضل فرصة للمنتخب المصري للعودة يعني لطريق الألقاب، أفضل فرصة للتخلص من نحس النسختين اللي ضيع فيهم النهائي، وأفضل فرصة لمحمد صلاح وربما مرموش وزملائهم للوصول إلى أبعد نقطة، ولما لا تتويج باللقب. نبارك مرة أخرى للمغاربة، وإن شاء الله نبارك من جديد للجزائريين والمصريين. الطريق إلى النهائي نتابع معكم بعد تأهل المنتخب المغربي، المنتخب الأول وصوله لمربع نصف النهائي بعد تخطيه الكاميرون، مواجهة الجزائر ونيجيريا من سيكون الطرف الآخر في مواجهة المنتخب المغربي. ونتمنى الجزائر. السنغال عبرت اليوم مالي بهدف نظيف، وننتظر إن شاء الله مصر غدا أمام كوت ديفوار في آخر مواجهات دور ربع النهائي وصولا إلى نصف النهائي ومقابلة السنغال.
نذكركم في موعد برنامجكم المساء الرياضي سيطل عليكم غدا بعد منتصف الليل، تحديدا في الساعة 12:30 ليلا بإذن الله، بعد آخر مواجهة، بعد استديو مواجهة مصر كوتيفوار، برنامج المساء الرياضي. وصلنا معكم إلى الختام. شكرا فتحي، شكرا مسعود، شكرا بدر، وشكرا صابر، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.